ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض طاجن الرز المعمر بطريقه بسيطه قوي، ومش هياخد مننا وقت خالص. ازاي نطلعه لونه حلو قوي من فوق، وفي نفس الوقت التسويه بتاعته مظبوطه بطريقه بسيطه جدا، ومش هياخد مننا وقت خالص. اول حاجه انا محضره تقريبا حوالي معلقتين كبار سمنه بلدي. هبدا اجيب الطاجن بتاعي وابدا ادهنه كده دهنه بسيطه من كل الجوانب. انا بقى محضره تقريبا حوالي كوبايه ونص رز مصري، غسلاه كويس جدا ومصفياه. هبدأ انزل بالرز بتاعي. ممكن طبعا نستخدم اي صينية او حاجة، بس عايزة اقول لكم بجد بيختلف جدا في الطاجن، بيدي طعم حلو قوي الطاجن للرز المعمر. انا بقى ضفت الرز بتاعي. عندي تقريبا حوالي معلقة كده صغيرة ملح. هبدأ اضيف الملح بتاعي. عندي نص معلقة صغيرة سكر. مش هتخليه مسكر ولا حاجة، بس هتظبط الطاجن بتاعي قوي، هتخليه متوازن وطعمه حلو قوي. هبدأ بقى اقلب كويس جدا الرز والملح والسكر مع بعض. انا غالية اللبن بتاعي، انا عندي لبن بقري من عند اللبان خالص، جايباه وغلياه وسبته خالص لحد ما يبدأ يدفى معايا. هبدأ بقى انزل باللبن بتاعي تقريبا حوالي كوبايتين وربع لبن. وهبدأ اقلب كده كويس عشان اتأكد ان الملح كده مظبوط في كل الطاجن بتاعي. عندي بقى محضرة قشطة تقريبا معلقتين كبار، هبدأ انزل بالقشطة بتاعتي كده. عايزة اقول لكم بتدي على الوش طعم حلو قوي، وبتدي لون حلو قوي، وبتخلي الطاجن معايا آه يعني ما ينشفش الوش بتاعه، ما ينشفش. بتدي طعم حلو قوي. هبدأ بقى اضيف القشطة بتاعتي. وطبعا لو في اي حاجة على الجناب او كده هنبدأ نمسحها. وهبدأ انزل بكمية السمنة بتاعتي اللي انا كنت سايباها. هبدأ بقى اضيف كده سمنة من على الوش، بتدي لون حلو قوي، والرز يطلع معايا مفلفل وحلو قوي. كده الطاجن معايا جاهز. انا هسيب الطاجن بتاعي تقريبا حوالي نص ساعة، عشان كده يشرب من اللبن بتاعه ويشرب من القشطة وتديله طعم حلو قوي. هسيبه تقريبا حوالي نص ساعة قبل ما ادخله الفرن. خد معايا الطاجن تقريبا نص ساعة كده، بدأ يشرب من اللبن كويس جدا والقشطة بتاعته. بدأت أسخن الفرن بتاعي على درجة حرارة عالية تقريبا 200. قبل ما أدخل الطاجن، هدخل الطاجن في الفرن في الرف الوسط. وابدأ أشغل الفرن على درجة حرارة تقريبا 200. خد مني تقريبا حوالي نص ساعة. بصوا بدأ يغلي، بدأ ياخد لون من على الوش حلو قوي. وده كان شكله بعد ما خرج من الفرن، تقريبا خد حوالي نص ساعة، نص ساعة وخمس دقايق، مش اكتر من كده. درجة حرارة 200. بصوا لونه حلو قوي، مستوي حلو جدا من جوه ومفلفل. انا حبيت اسيبه تقريبا حوالي 10 دقايق كده. كنت عايزة اوريهولكوا بعد ما بيتقطع كده ازاي التسوية بتاعته، الرز بتاعه مظبوط حلو قوي ومفلفل معايا، تسويته حلوة جدا. واخد لون حلو قوي من بره. مش عايزة اقول لكم وطعمه يجنن. بصوا شكله عامل ازاي من جوه، حلو قوي. انا عايزه اقول لكم مش باين في التصوير، بس هو احلى من كده بكتير. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. مستنيه طبعا رايكم، مستنياكم كومنتاتكم، وان شاء الله نتقابل فيديوهات تانية كتير.